السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة. ورجعت لكم فيديو جديد ومفيد كالعادة. الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم على عودة السلاحف من البيات الشتوي. فبتجيلي اسئلة كتير وبيقولوا لي يا طنط نانا، هو كل السلاحف بتعمل بيات شتوي؟ عشان احنا لما بنروح عند التاجر نشتري سلحفة وبنلاقيها داخلة جوه الصدفة بتاعتها ومنع اكل، وبنسأل التاجر بيقول لنا اصل هي داخله في بيات شتوي فطبيعي ان هي تصوم وما تاكلش. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ ده اللي هنجاوب فيه في الفيديو بتاعنا النهارده. بس قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا هنقول اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا معانا نموذج من سلاحف ام مصطفى، ربنا يبارك لها، وشكر خاص لام مصطفى ولتربيتها السليمه. مليون في المية موفره لهم بيئه طبيعيه 100%. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظها ويبارك في صحتها ويبارك لها في سلاحفها. انا حبيت اعمل لكم الفيديو ده واوريكم التربية السليمة والتربية الصح. طبعا هي عايشة في الأردن، عاملة للسلاحف الفأس بتاعتها مكان زي ما حضراتكم شايفين، بيت وحاطة فيه تربة وحاطة فيه أكل، وكمان عاملة لهم ضرفة سلك. هنا السلاحف نايمة، فده طبيعي لأن الجو برد، بس طبعا هي حاطة لهم تربة لأن هم بيدفنوا نفسهم لو لقوا الجو برد أو الجو حر، فالتربة بتدفيهم، وحاطة لهم كمان أكل عشان وقت ما يحبوا ياكلوا ياكلوا. وهنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين السلاحف الكبيرة هي حاليا عاملة بيات شتوي، يعني كان في الفيديو ده مش حاليا، في الفيديو ده كانت عاملة بيات شتوي وهي عاملة لهم زي مخبأ كده، وأوراق الشجر كمان السلاحف تحب تدفن نفسها فيها أو تنام عليها، او يدخلوا في مخبأ على حسب طبيعة كل سلحفة. فشايفين بسم الله ما شاء الله ام مصطفى عامله لهم بيئة مناسبة جدا تشبه لبيئتهم الطبيعية. هنا طبعا اول ما السلاحف بتحس بدرجة الحرارة ارتفعت او الشمس حلوة كده وطالعة، ام مصطفى بتحط لهم الاكل وهم بيبتدوا ياكلوا بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. هنا طبعا هي فاصلة السلاحف الصغيرة عن السلاحف الكبيرة، وده صح مليون في المية، لأن طبعا جالي سؤال وقالوا لي إن السلحفة الصغيرة كانوا حاطينها مع سلحفة كبيرة عضتها في رجليها وعورتها وكسرت ضفيرها. فده طبعا غلط جدا، احنا المفروض نحط سلاحف البلغة لوحدها والسلاحف الفأس لوحدها عشان نضمن التربية السليمة. تمام. هنا طبعا شايفين كمية الحنية والجمال. على فكرة السلاحف بتعرف صحابها يا جماعة، في ناس كتير بيقولوا لا السلاحف ما بتعرفش صحابها، لا على فكرة بتعرف صحابها وبتعرف المكان اللي انتوا حاطينها فيه. يعني انا لما كنت حاطة زقزوق في البلكونة كان بيلف عندي الشقة كلها ويرجع مكانه تاني. السلاحف ذكية جدا وبتعرف اصحابها، شايفين بسم الله ما شاء الله. عسل. ربنا يبارك وربنا يخلي، بجد بجد اجمل كائن ممكن تربوه هو السلاحف، لذيذة وجميلة وطعمة وتربيتها حلوة جدا جدا ومسلية، بس لو وفرنا لها بيئة مناسبة. شايفين كانت ام مصطفى حاطه لهم مية وحاطه لهم اكل، وهنا طبعا انطلقوا اهي. شايفين المية دي ضرورية جدا يا جماعة، خصوصا بعد البيات الشتوي عشان الشتوي سوري، عشان ما يحصل لهمش جفاف، سواء سلاحف كبيرة او سلاحف صغيرة لازم نعرضهم، نحط لهم مية ونعرضهم لحمام مية. هنا طبعا برضو حطيتهم في حمام مية زي ما حضراتكم شايفين عشان ما يحصل لهمش جفاف وعشان يشربوا. بسم الله ما شاء الله على الشياكة وعلى الأناقة وعلى الحلاوة. بجد انا ببقى سعيدة جدا لما بتفرج على فيديوهات ام مصطفى، وبحب جدا اهتمامها بالسلاحف. شايفين مامتهم جاية تبص عليهم. دخلت لهم قالت لهم انتوا قاعدين لوحدكم كده في الطبق الجميل ده، اما اجي اقعد معاكم. طبعا على فكرة السلاحف ما بتعرفش الفأس بتاعها يا جماعة، وقبل كده انا عملت لكم فيديو عن زقزوقة والسلاحف الفأس، الله بقى يرحمهم. ان هي ما بتعرفهمش فعلا يعني. شايفين هنا الاهتمام والجمال والحلاوة، بسم الله ما شاء الله. يا ريت يا جماعة لما اي حد يجيب اي حيوان سواء سلاحف او قطط او ايا كان نهتم بيه جدا، عشان دي روح وهنتحاسب عليها، ولازم نكون قد المسؤولية. ولو هنجيب حاجة زي كده لأولادنا لازم نعلمهم الرفق بالحيوان وازاي نقدر نكون قد المسؤولية. ويا رب بقى سلاحفنا كلها تاكل وشهيتها تتفتح ويكونوا في احسن حال واحسن صحة، وكلنا الموسم ده كله السلاحف عنده تبيض ويطلع لنا احلى سلاحف فأس ونحافظ عليها من الانقراض ومن الموت. يا رب دايما كده يبارك في سلاحفنا كلها، ويا رب نكون قد المسؤولية.
ويا رب فيديوهاتي تنال اعجاب حضراتكم. كل عام وحضراتكم بألف خير. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، وان شاء الله اذا عشتوا كان يا عمر انتظروني في فيديوهات اكتر واكتر. بحبكم في الله. السلام عليكم.